طب انا عايز اسالك برضو سؤال تاني، لانه بيؤخذ على نوال زغبي صراحتها الشديده وانها مش مجامله، وان ده بيسبب لها متاعب كتير. ده حقيقي؟ بقيت اساير شويه. مجامله اكتر مجامله. بصراحه. تقول لك ليه؟ لانه يعني ممكن تسالني عن شخص مثلا يكون ما فيش صوت خالص، طب انا اقول ايه؟ اقول لي هايل، اقول لي جنن. طب زمان كنت بتقولي ايه ودلوقتي اتعلمتي تقولي؟ كنت بقول مثلا بنصحه يعني انه يدرس موسيقى مثلا. دلوقتي لا، بقول كويس. كويس. بس والله كويس. كانت بتنصحه يدرس موسيقى، ما قالتلوش اقعد في بيتكم ما تنفعش خالص. بس ما اقولوش هايل يعني. طب انتي درستي بيانو وعود؟ اورج وعود. هل ده ممكن نقول انه مثلا خطوه لانك تفكري في يوم من الايام ان انت تلحني خالص حتى؟ لا طبعا. لا طبعا. في مثل عندنا بيقول اعطيه خبزك للخباز ولو اكل نص. فانا ما عنديش نفس المثل. انا ما عنديش موهبه في التلحين ولا في الشعر يعني. طب نوال، في حياه كل فنان مهما كبر ومهما نجح بيكون في حلم على المستوى الفني طبعا، نفسه انه يوصل له او يحققه في مرحله معينه من حياته. ايه حلم نوال بعد كل النجاحات دي؟ يعني انا طموحه كتير، ومن بداياتي كنت بحلم وبفكر انه نجاحي يكون له امتداد طويل، ما يكون محصور بسنوات قليله. وانا قادره اعطي بعد اكثر من هيك بكتير. بقى حلمي اني دايما اقدم الافضل ودايما اكون الاولى. بتشوفي دايما حد بيسجل لك حفلاتك بتتفرجي عليها بعد كده تقولي كان المفروض اعمل كذا، مش المفروض اعمل كذا، طبعاً. انا هنا كان المفروض ولا مره حفله بتعجبني ليا؟ ولا مره بتعجبني حفله ليا. بحس في يعني بحس لا هنا كان لازم اعمل كده، لا عشان انا بكون عفويه وطبيعيه قوي على المسرح. يعني مش بتعلم حاجات وباجي انفذها. طبعا في حاجات بنتقد نفسي عليها قوي، وفي حاجات بحبها، بس اجمالا ولا مره بحضر حالي وبقول توب انا كده توب خلاص. لا ما بقولش كده خالص. بتقولي اول ما شفنا الجزء الاولاني من الحفله كان مايسترو بيقول لك ها هديتي دلوقتي؟ قلتي له الحمد لله. انا كنت قلقانه جدا. لسه بنقول مهما كان انا لسه بقلق قبل ما اطلع على المسرح في اي حفله مهما كان عدد الحفلات. انت لازم تسالي الناس اللي كانوا معايا جوه قبل ما الحقيقه. بس انا عايزاكي انت تقولي بقى لجمهورك. طبعا لازم. الرهبه والخوف مش ضعف شخصيه، لا، في رهبه الناس يعني موجوده. حتى اول ما حطلع المسرح لازم ابقى تنشن وخايفه وبفكر اني اكون صح، اكون كويسه، اكون زي ما الناس عايزه. اول اغنيتين بس، بعدين خلاص. بتستعدي ازاي عموما للحفله؟ يعني انا عايزه كأن الساده المشاهدين معانا كده ومع نوال يوم تديني من اول ما بتصحي الصبح. بتصحي الساعه كام؟ بتعملي خطواتك ايه لغايه ما بتطلعي؟ بنام كويس. بتنامي كويس؟ بنام كويس بدري يعني ليلتها. يعني لازم لما اصحى اقعد ساعتين ثلاثه وارجع انام تاني. اوكي. وابتدي ما اخرجش من البيت. لازم استريح، ابقى ريلاكس قوي وبحضر نفسي بتحضري نفسك؟ انا عايزه ايوه الجزئيه اللي بتقوليها دي. بحضر نفسي ازاي عشان ابقى جميله كده؟ يعني اول حاجه ببتدي في الميك اب. اليف غالي موجود قدامي اهو، هو اللي بيعمل لي الميك اب. وبعدين توني مندلق شعرك، الكوافير بيسرح لي شعري. ولازم استريح شويه واجي الحفله. بتفكري مثلا في لبسك قبليها بفتره لازم احضر اختيار هلبس ده، لا هلبس ده، لا ده مناسب اكتر. لازم احضر. نوال لاحظنا على فكره انه معاكي اخوكي شاب وسيم ما شاء الله. هو كنت بتكلم معاه بيقول لي دارس بيزنس وكده. هو نقدر نقول انه الاقارب الاخ والاب والام بيكونوا اقصى نقاد على الفنان او المبدع عموما. مش من الضروري لانه في اهل ما بيشوفوا اغلاط اولادهم. حتى بالتربيه مثلا اوقات بشوف انه مثلا جارتي مثلا بتربي غلط، وانا شايفه انه التربيه مش كويسه، هي شايفه انه تربيتها كويسه. يعني مش من الضروري دايما الاهل بيعرفوا الغلط.
لكن معاكي انت لاولادهم، بس بيخافوا عليهم قوي طبعا. دي حاجه تانية، وبيتمنوا لهم اكتر ناس في الدنيا انه هم يكونوا احسن ناس. انا طبعا باخد براي اهلي وباخد براي غير اهلي كمان. نوال قويه جامده. جامده. واضح من كلامك اول ما قلت لي مش بالضروري وكده حسيت انك قويه. ممكن جارتي تعمل، ممكن انا ما اعملش. اكيد. طب نوال، احنا اتكلمنا عن كل نجاحاتك او ما بعد النجاح لغايه ما وصلنا لغايه حفلتنا النهارده. طب نرجع تاني كده بالذاكره للبدايات. بدايتك مع الغناء كانت ازاي وامتى ازاي وامتى؟ يعني حسيت بالموهبه انا وعندي 8 سنين. وقبل كمان صغيره قوي، وكنت بغني وبحب الموسيقى وبحفظ كل الاغاني اللي تنزل. وبعدين دخلت الكونسرفاتوار، اتعلمت السولفيج والفوكاليز وآلة العود، مع اني بصراحة بحب اسمعها بس ما بحبش اعزف عليها، عشان دي اكتر آلة مش كويسة للست بصراحة، يعني ما تقدرش الست تاخد راحتها فيها. اتعلمت الموسيقى، وبعدين دخلت بروجرام اسمه استوديو الفن، وقررت اني احترف الغناء. لقيتي اي معارضه من الاهل ولا شجعوا؟ في البدايه وبعدين لا، اقتنعوا انه انا عايزه ده، عايزه اكون فنانه. واضح. بيخافوا عشان دغري بيفكروا انه حياه الفنان بالليل. مش مستوعبين يعني انه ممكن الفنان يقدر يعيش حياته زيه زي اي شخص عادي. اجمل ما في كلامك النهارده على فكره انه حسينا انه نوال بتحب كل حاجه مدروسه جدا، مؤمنه بالدراسه جدا في كل شيء. لو حد يعني بنتك جت قالت لك انا عايزه اغني وهدرس، هتوافقي ولا هتخافي عليها من المعاناه ومن الصعوبات بتاعه المجالات اللي عليها الاضواء الكتير؟ بص، انا عايزه اقول لك حاجه، اي مجال في الكويس وفي مش الكويس. لا طبعا طبعا. يعني لو بنتي عايزه تكون فنانه طبعا هنصحها تكون فنانه بكل معنى الكلمه. يعني ما تكونش الفن عندها تجاره، لا، يكون عندها قيمه للفن، وتكون تحب الفن، عشان الفن لما تحبه هو هيحبها، هينجحها وهيديها اكتر واكتر. وطبعا بحكم خبرتي يعني هساعدها بس طبعا اول حاجه هعارض، هقول لها لا. في الاول هتخافي طبعا وهتعارضي، ده لازم الاهل يعارضوا في الاول. طب نوال انت برضه عشان انا بسمع كده لازم اقول كده. طب نوال اعارض ثم اوافق وارشد بعد كده. نوال انت طبعا عاشقه للفن وعاشقه للموسيقى، اكيد بتسمعي موسيقات كتير حتى غربيه. يعني لو سألتك مثلا في موسيقات مميزة جدا، موسيقى الروسي غير الموسيقى الفرنساوي القديمة غير الموسيقى الاسبانيش غير كده، ايه اقرب الموسيقات الغربية اللي ممكن نوال بتحب انها يعني تسمعها وممكن تدخلها في اغانيها؟ التركي عشان التركي شرقي. وعندهم حتة الحزن دي فظيعة. وانا عندي في الالبوم عينيك كدابين لحن تركي، هو كلاسيك، اسمها سماح، واغنيه فعلا مؤثره قوي. نسمع بقى. دغري نسمع. جاهز عمرو، جاهز. بتقول سماح قال لي وبعيونه شفت ندم من قلبي ياما بالماضي ظلم، كيف تحير سؤالي وما قدرت، لا بدي قله لو ما قلت، ضيعت كل الكلمات وعيونه قبالي، وسنين حبي بلحظات مرت في بالي، ضيعت كل الكلمات وعيونه قبالي، وسنين حب بلحظات مرت ببالي، لا حبيبي ما نسيت لحظة هواك من قلبي سماح. الله، جميل جميل.
نوال احنا جميل جداً. يعني تقلنا عليكي كتير، لا، واكيد بالعكس. انت دلوقتي كمان كل العيله كله مستنيكي، وبنشكرك جدا جدا جدا، بنقول لك نورتي مصر شكراً. ونورتي حفلتنا شكرا. ما تقلبيش علينا تاني. لا 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 خالص، انا خلاص بعد كفاية. نفسي يعني عشان احنا عديناهم 4 سنين كفايه جدا. لا طبعا وحشتي جمهور لا المصري طبعا، كله. وانا وهم وحشوني قوي يعني. احنا يعني على فكره وخاصة التلفزيون. مش هنختم، انا ومها هنسلم عليكي شكرا، انا وهنقول لك بتشكركم. تسافري بالسلامه. شكراً. هنسيب لك المايك مع المشاهدين، شكراً. انت تختمي تيجي تقولي تيجي كلمه تيجي. لمشاهدينك ومعجبينك. يعني انا بقول لهم انهم فعلا وحشوني، وبتشكر اهتمامهم وحبهم ليا، وان شاء الله يا رب دايما اقدر احافظ على حبهم وعلى اهتمامهم ده. شكرا. شكرا.